في يوم 27 أكتوبر 2016 ولاية أركنساس اتقلبت على خبر مأساوي. المزارع مايك والاس 55 سنة اتقتل بالرصاص بعد مشادة مع جار له. القصة بدأت بسيطة. مايك لاحظ إن محصول فول الصويا عنده بدأ يضعف وأوراقه تبوظ، ولما دقق أكتر اكتشف إن السبب إن جاره بيرش مبيد عشبي اسمه ديكامبا. المبيد ده مش أي مبيد، ده واحد من منتجات شركة مونساتو، واللي ارتبط ببذور فول صويا وقطن معدلة وراثيا تتحمل الرش الكثيف بالديكامبا. الفكرة ان جاره كان زارع بالبذور دي فبيرش ديكامبا عشان يخلص من اي حشائش، لكن الرياح شالت المبيد ووصلت حقول مايك اللي مش مزروعة بنفس البذور، فالمحصول بتاعه اتدمر. المواجهة بين مايك وجاره خرجت عن السيطرة وانتهت بأن العامل عند الجار شد سلاحه وأطلق النار، والنتيجة إن مايك والاس اتقتل في قلب أرضه بسبب خلاف على مبيد. الصدمة هنا مش بس في الجريمة نفسها، لكن في إن وراها نظام كامل بيدفع المزارعين للخلافات دي. الموضوع بدأ لما دخلت البذور التجارية والهجينة السوق، والشركات قالت إحنا هنجيب لك بذور حديثة محصولها أكتر وجودتها أعلى، وهتغنيك عن البذور البلدية القديمة. الفلاح انبهر، وفعلا أول موسم المحصول كان مبهر، لكن دي كانت قصة مش بريئة خالص. الحقيقة إن البذور دي مش بتورث صفاتها زي البذور البلدية، يعني لو اتزرع تاني هيدي محصول ضعيف أو مختلف عن الأصلي. لحد هنا والموضوع كان عادي وما كانش إجباري، لكن في التسعينات دخلت اتفاقية التريبس تحت منظمة التجارة العالمية اللي فرضت إن البذور تعتبر ملكية فكرية زي البرامج أو الاختراعات. يعني البذرة مش مجرد حبة بتزرعها، لا دي منتج مسجل ملك الشركة، وبالتالي الفلاح قانونيا ملوش حق في إعادة إنتاجها من غير إذن. لكن الشركات بررت موقفهم وقالوا إن هم بيعملوا كده في مصلحة الفلاح، وإن الموضوع هدفه إن الفلاح يضمن كل موسم إنتاجية ثابتة وجودة محسوبة، لأن البذور دي مصممة معمليا وبتدي أفضل نتيجة في الجيل الأول بس. لكن السؤال هنا، هل دي حقوق ملكية أم عبودية بذور؟ في الحقيقة ده بيخلي الفلاح معتمد تماما على الشركة وما يقدرش يكون مستقل وبعيد عنهم. يعني القرار ده مش بيخدم المزارع ولا حاجة، لا ده بيحتل أرضه لكن بالطريقة. والموضوع برضه كان ليه أبعاد اقتصادية، مش مجرد جودة. الموضوع فيه مليارات الدولارات، وشركات كبيرة زي مونسانتو اللي اندمجت مع باير بقت ماسكة سوق البذور عالميا، والهدف ان كل موسم الفلاحين اللي موجودين في العالم يشتروا بذور جديدة ومبيدات متوافقة معاها، ويبقى في دورة بيع مستمرة. الموضوع ده أثر على المزارعين بشكل كبير، لأن الفلاح بيتحول من شخص منتج لمستهلك مجبر يشتري كل سنة، والمزارع الصغير هو اللي بيدفع الثمن. والموضوع بقى مأساوي جدا، لان تخيل معايا كده ان مصدر البذور في العالم كله في ايد 3 او 4 شركات. الشركات الكبيرة زي مونسانتو باير ما اكتفتش ببيع البذور المعدلة، لكن كمان ربطتها بمبيدات لازم تستخدمها معاها. المنظومة ماشية كده، بذور تتحمل مبيد محدد، والمزارع لازم يشتري المبيد عشان المحصول ينجح. النتيجة الشركة تبيع لك البذور والمبيد في باكج واحد. لكن السؤال اللي قلب الدنيا، هل المبيدات دي آمنة فعلا؟ خلينا ناخد أشهر مثال، مبيد الجليفوسات مثلا، المعروف باسم راوند أب. سنة 2015 الوكالة الدولية لأبحاث السرطان صنفته كمادة محتملة التسرطن للبشر. بعد الإعلان ده آلاف المزارعين والعمال الزراعيين في أمريكا رفعوا قواضي ضد مونسانتو. المحاكم الأمريكية حكمت بتعويضات ضخمة وصلت لمليارات الدولارات، وفي 2020 بس باير وافقت تدفع أكتر من 10 مليار دولار عشان تسوي القضايا. ومش الجليفوسات بس، مبيدات زي الديكامبا تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تأثيرها المدمر على المحاصيل المجاورة، ولسه بيتعمل عليها أبحاث عن علاقتها بالصحة. في مبيد شهير قديم اسمه دي دي تي كان بيستخدم في نص القرن العشرين، اتضح بعدين انه بيسبب سرطانات وتشوهات خلقية، واتمنع في معظم دول العالم من السبعينيات. اللي بيخلي الموضوع اخطر ان البذور المعدلة دي مصممة عشان تتحمل كميات اكبر من المبيدات، يعني كل ما الانتاج يزيد الرش بيزيد، وكل ما الرش بيزيد التلوث والاثار الصحية بتكبر. القصة مش بس انتاج وفير، القصة ان نظام البذور والمبيدات خلق دورة مغلقة، المزارع مربوط بالشركة والبيئة بتتأثر وصحة الانسان نفسها في خطر. في امريكا وكندا اتحركت اتحادات المزارعين ضد شركات زي مونسانتو، وقالوا ان العقود دي غير عادلة. وكمان في مزارعين رفعوا قضايا عشان يثبتوا حقهم في اعادة زراعة البذور باعتبارها تراث زراعي وانساني في امريكا الجنوبية وافريقيا. وفي حملات بتطالب الحكومات تمنع البذور المعدلة لانها بتقتل التنوع الزراعي. لكن في الهند الوضع كان مأساوي اكتر، لان حصلت حالات انتحار كتيرة بسبب الديون اللي تراكمت على المزارعين بسبب شراء البذور كل موسم بشكل اجباري. طيب ايه موقف مصر بقى من القانون ده؟ زي ما كلنا عارفين ان مصر معتمدة اعتماد كبير على الزراعة. القانون اتطبق في مصر بس واحدة واحدة. سنة 2002 مصر اصدرت قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بس الوضع كان مختلف شوية. القانون كان مقتصر انه بيتكلم عن حماية الاصناف النباتية، يعني ان اي شركة بتطور صنف نباتي جديد تقدر تسجله وتطبق عليه قانون حقوق الملكية الفكرية لمدة 20 سنة، ده للمحاصيل العادية، و25 سنة للاشجار والمحاصيل المعمرة. يعني خلال المدة دي محدش يقدر يستخدم البذور دي من غير اذن صاحبها. لكن في نفس الوقت القانون المصري ادى للفلاح صلاحية اسمها امتياز الفلاح،
واللي هو ان الفلاح يقدر يحتفظ بجزء من محصوله ويزرعه تاني في ارضه للاستخدام الشخصي فقط، لكن ممنوع يبيع البذور او يوزعها او يتاجر فيها. يعني الفلاح يقدر يعيد الزراعة بشكل محدود لكن مش حر زي زمان. لكن في ديسمبر 2019 انضمت مصر رسميا لاتحاد حماية الاصناف النباتية الجديد، ودي كانت نقلة في صالح حقوق الشركات أكتر من المزارع، لأن بتدي الشركات سيطرة أكبر على الأصناف المسجلة، وكمان بتقلل من المساحة المسموح للفلاح بيها للزراعة، بتحول البذور لمنتج تجاري خاضع للرقابة الدولية. دي القوانين اللي اتطبقت. لكن لو هنتكلم في الواقع، معظم الفلاحين وبالتحديد في القرى بيعتمدوا على بذور بلدية أو محلية. لكن من ناحية تانية الحكومة أصلا بتشجع الفكرة، وده هيخلي الفلاحين تدريجيا مرتبطين بالشركات بدل ما يكون عندهم اكتفاء ذاتي. بس الوضع ده في مصر اختلف كمان في رد الفعل. الموضوع انقسم ما بين ناس بتدعم الموضوع وناس بتهاجمه. الناس اللي بتدعم بيقولوا ان ده هيساعد مصر انها تواكب العالم وتنتج محاصيل جودتها عالية، اما المعارضين بيقولوا ان ده هيقيد حرية الفلاح وبيضغط عليهم. اللي بيحصل النهارده مش مجرد تجارة بذور، دي معركة على الاكل اللي بيوصل لبيوتنا، والفلاح اللي كان حر زمان بقى مربوط بعقد وورقة وشركة. والسؤال اللي لازم يفضل في دماغنا، لو البذور مش بتاعتنا يبقى احنا لسه فعلا ملاك ارضنا، ولا مجرد مستهلكين في مزرعة كبيرة العالم بيديرها من بره؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتقول لنا رأيك في التعليقات.